سلام، يا رب تكونون بخير. اليوم راح اسوي وياكم get ready with me لعيد ميلادي، لا الفوتوشوت عيد ميلادي. قررت انه اني اسوي الساعة 9:30 بالليل، قلت اجله الباكر بس اعرف ما راح يصير وقت، فلازم انه اسوي اليوم. ومتحمسة هواي لانه كل شي انا راح اسويه وياكم انتو. اذا حكيت مخربط لان حاطة التقويم مالتي فممكن كلامي يكون مخربط اكثر من العادة. المهم راح اسوي وياكم المكياج، الشعر، اللبس، راح نختار كل شي واشوفكم الزاوية اللي راح اصور بيها. وشفت هيجي كم شغلة على بنترست عجبوني فقلت اسويهم، وراح يكونون هيجي الصور لاكتوبر لانه انا اكتوبر هو شهر عيد ميلادي، فليش ما اسوي بيه مثل فوتو سيشن لطيف خفيف، صور تبقى ذكرى لهذا عيد الميلاد. فاي يلا بينا نبدأ. اول شي راح اسوي اشيل اللي موجود على بشرتي من واقي الشمس، لانه اخر شي حابة اسويه حاليا هو انه اغسل وجهي، فهذا اسهل حل لانه بعدين كل الاحوال راح ينغسل بعد ما اشيل المكياج. نسيت اقول لكم انه الفوتوشوت راح يكون فد شي كلش كاجوال، ماكو اي شي فد مرة بسوالف هيجي فخمة ومرتب كلش. هذا الشي راح اخليه اليوم عيد ميلادي اذا الله راد، فحاليا بس مركزة انه هيجي يكون يعني صور لطيفة لشهر عيد ميلادي. راح اخلي مرطب لغوش بسيط على بشرتي لانه احتاج انه تكون مترطبة كل زين. اني ما تطلع لي حباية الحفلة، يعني تطلع لي حباية عيد الميلاد. يعني شوفوا وين طلعت لي الحباية، ما اعرف شنو تريد تسوي. المهم هسه راح ابدي بالحواجب على السريع، راح ارسمهم. ما راح اثبتهم هسه، وان شاء الله ما انسى اثبتهم اخر شي لما اخلص المكياج. بشرتي اريد تمتص المرطب قبل كل شي، وبعدين ابدي اخلي عليها منتجات. كونسيلر على العين لانه اللوك راح يكون كلش خفيف لطيف، ماكو اي شي هوسة، ماكو اي رسمة والوان ويعني سوالف هواية، لانه مثل ما قلت لكم كاجوال، فما راح يكون اكو شي كلش فخم بالموضوع. طبعا لو مسوية الفوتوشوت بالنهار يكون كلش احسن، بس ما كان عندي وقت يا جماعة الخير. اني صار لي 3 ايام والحمد لله الحمد لله الحمد لله دا اركض، يعني حرفيا دا اركض، ما عندي وقت اسوي اي شي. يعني بالقوة دا اصور مقاطع هيجي، الفيديو راح تشوفوه بعدين. يعني هاي تدرون شنو، دا ابوق من يومي كم دقيقة اصور بيها المقطع وبعدين اكمل باقي الاشياء اللي لازم اركض عليه. فكلش يعني ممتنة الحمد لله على هذا الشي، بس يعني بالقوة دا الحق. ودا اقولكم يا ريت لو سويتها بالنهار، بس للضرورة أحكام، وردت إنه أنا أنزل هذا الفيديو وأسوي هذا الشي هاي السنة. هاي السنة بالذات، هاي السنة أنا كلش داخل دماغي أسوي هذا الشي، فقلت لو شنو ما يصير لازم أسويه. بالنسبة لللبس بعدني ما مقررة شنو الألوان، بس أكيد راح يكون شي بي بنفسجي أزرق، يعني هالدرجات اللي أنا أحبها، ألوان هيجي شوية فاتحة، فهذول راح يكونوا موجودين، بس شنو بالضبط ما أدري. فلما تيجي المكياج راح يكون مفهوم، يعني ما بي لون محدد. اللي أريده إنه عيوني يكون بيها هيجي شوية عمق، بس مو شي قوي، يعني شي كلش خفيف وما يكون واضح، وكأنه طبيعتهم هيجي خلينا نقول، أو الظل والضوء هيجي دا يسوون. فراح نحاول. طبعا باليت باتريك تا يعني أكثر باليت أنا أحبها، أو من الباليتس اللي أنا أحبها، لأن أنا أحب الباليتس اللي بيها ألوان. راح أخلي أيلاينر بالأسود الكريم اللي موجود بالعلبة. حبيت الأيلاينر خفيف لطيف، ماكو أي شي قوي كلش. اكو رسمة بس مو هالرسمة القوية اللي من هنا للأذن، لا نهائيا. فهسه قلت اخلي كونسيلر اكمل باقي الوجه، وبعدين ارجع للعيون اخلي ماسكارا، واشوف اذا اخلي شوية لمعة او شي على مود يصير اكو هيجي وضوح اكثر، لان فكرة الفوتوشوت راح تشوفوها بيها هيجي لعبة شوية بالضوء، فاذا اكو لمعة احس راح يكون حلو. بس ما راح اخلي شي قوي، يعني شي بسيط، اهم شي انه شوية يبين. هذا الفاونديشن راح استخدمه اليوم، لونه بالضبط عليه كلش صح، بس لون الكونسيلر اغمق من بشرتي، ولهذا ممكن يبين شوية جوا انه هو اغمق، بس لما اخلي الباودر وكل شي راح يتضبط الموضوع. اثبت الحواجب قبل ما انساهم، وبنات هذا الجل مال الحواجب من انستازيا يخبل كلش حلو، يعني ما احس انه حواجبي هيجي صايرة عبالك جامدة، وبنفس الوقت ما أحس إنه ما يسوي شي. والأهم من هذا وهذاك إنه ما يبين إنه أكو شي هيجي أبيض على الحواجب نهائيا أو على الشعر، فهذا الشي كلش مهم، ويبقيهم فترة طويلة بمكانهم لا يتزحزحون نهائيا. راح أخلي هاي اللمعة ويا هاي اللمعة اللي هي هاي وردي على بنفسجي، أحس ينطون هيجي درجة حلوة، وبنفس الوقت ماكو شي كلش قوي، كأنه أخذني الوهس شوية، بس كلش عاجبني، فراح أخليه، ما راح أشيل أي شي من عنده.
because it's so cute. يعني أنا اللمعة أمود عليها، أريدها بس تصير شوي على بنفسجي، فراح أخلي هاي الدرجة يجي هنا، ونبلش بالوجه ونكمله. باودر نور أبو عوض بس بشكل خفيف. أكثر فرشة أنا أحبها وشعري بدأ يتكفش، وأحب أقول لكم لحد هسه أنا ما أعرف شنو أسوي بشعري، فتدرون شنو راح يصير؟ راح ألبس بعدين نشوف شنو أسوي بالشعر، لأنه أنا كان بالي شي، ولكن فكرة إنه أني قررت أصور هيجي فجأة ما ساعدت بالموضوع، لأنه الشي اللي ردت أسويه أقل شي ياخذ ساعة ونص، هذا أقل شي. هذا يعني لو شنو أني كل سرعت وما طلعت بالنتيجة الواو، يعني طلعت النتيجة ماشي حالها، فقلت لا ما راح أسوي هيجي لأنه ما راح نخلص، يعني خليه أسوي شي ثاني وأقرر بوقتها. بلاش راح أخذ هذا من شي إن، بس مو براند شي جلام، هذا من براند ثاني بس هو مكياج ينباع بشيء. ان شاء الله كلامي يكون مفهوم. راح اخلي اول شيء الفوليوم بوستر لاش برايمر من اسنس على مود شوية تنطيني كثافة ان شاء الله. اليوم من تشتغل كالعادة مثل ما اني اعرفها، لان تعرفون مرات ما تريدون تسوون شغلة وانتم متعودين دائما تسووها بس مستعجلين دا تسووها، هاي المرة ما تضبط عبالك شنو تعرف ان انتم مستعجلين، فراح اخليهم شوية بس ينشفون. في هذا الوقت من الزمان راح أرسم مدمع العين. المكياج فجأة صار عرس، ما أدري شنو صار. المهم نكمل شنو كان لازم أسوي. الماسكارا أو في قول آخر المسكرة. هاي الماسكارا من مينا الشيخلي اللي هي كيرف كحلة بنية، وهمينة باودر جوا العين. أريد بس شوية أنوره، نتحمل الإضاءة الغير لطيفة نهائيا بس شوية لحد ما أشوفكم الأوتفيت شنو ممكن يكون، لأنه بعدني ما مختارته. كتوب عندي هذول اثنين، هذا كلش حابة انه انا لبسه، هذا مناسب اكثر للفكرة اللي ببالي، بس هذا احلى للخريف والهيجي الاكتوبر، لانه تحسوا هيجي دافي اكثر. هذا على الصيفي، فما اعرف. هذول التو اوبشنز الموجودين، وبكل الاحوال راح البس جواهم هاي، فيا هذا يا هذا الثاني. شو الكاميرا هذا مبين فات، اوكي ما ادري، يمكن اجيب شي لون ابيض والبسه جوا هذا يكون احلى. فالمهم راح يكون هيجي فكرته. واكيد جينز، هذا الجينز من جوا هيجي فلير، فأمود عليه كلش حلو على الجسم، فهو أصلا ما راح يبين. حلبسه وأرجع لكم نشوف يا واحد من اثنين راح ألبس. هذا هو الأوبشن الأول، وغلطت غلطة عمري لأنه سديت كل هذولا وأنا بعدني ما مجربة. المهم ما حبيتهم مفتوحين، يعني سديت وحدة وعرفت الباقي مفتوحين ما حلوين من أنا ينمط بشكل عجيب غريب، فقلت خلي أسده كله ويجي بالصور يكون ملموم أكثر. هنا أنا ماكو داعي يطلع أطراف وما أدري شنو. راح أجرب لكم القميص كل الأحوال ونشوف شلون راح يطلع، شلون راح يطلع. أنا كلش حابة هذا، هواي عاجبني. لو بالنهار كان ممكن أختاره، بس حاليا لا، راح ألبس هاي أبقى بيها. هسه لازم شنو أشوف شنو راح أسوي بشعري، لأنه ما أعرف لحد هسه. طبعا أنا متعودة على هاي الزاوية من التصوير لأنه أنا دائما أصور وجهي. المهم هذا هو الأوتفيت، هذا قررناه. ولقيت توب بيضة، كنت أدور على شي معين، لقيت عندي هاي فحلو. يعني عندي أشياء أنا أصلا ما أتذكرها. المهم هسه نروح للشعر ونشوف شنو راح نسوي بيه. هذا هو الاختراع اللي راح أسوي بيه شعري. شوفوا شلون صاير. راح أشوفكم هسه كم خصلة وبعدين أكمله، لأنه راح ياخذ وقت كلش طويل، مع إنه أنا شعري من جوا تقريبا ينطي نفس الطريقة اللي هذا راح ينطيها، بس على مود أكون متأكدة إنه كل شي تمام راح أستخدمه على كل الشعر. الجهاز له تكنيك معين، وأنا هاي ثاني مرة أستخدمه يمكن أو ثالث مرة، بعدين دا أتعلم عليه لحد ما أضبط الفكرة مالته. ولا أشوف وياي وأنا دا أتعلم عليه، يعني تتخيلون شلون أني باليوم اللي ما عندي بيه وقت دا أريد أسوي شعري كله اللي ممكن ياخذ ساعة وأكثر بجهاز جديد. زين عوفي شعرك مثل ما هو، لأنه أنتي أصلا شعرك هيجي فكرة مالته، لا لازم أسوي هذا الاختراع اللي ما استخدمته غير مرة واحدة أو مرتين ما دا أتذكر، بس على الأغلب مرة جربته ومرة يعني سويت بيه شي. بس التكنيك شوية يتغير هيجي تصير الشعراية، بس يكون مضبوط. واو الفرق بالطول. طبعا هاي شنو بعد ماكو داعي أسوي لها شي، لأنه خلص يعني انتهت. خلصت الشعر بعد ساعة تقريبا، وهنا أنا ما أدري شنو تحسست فصارت حمراء بيرفكت. المهم راح أرسم شفايف ليب جلوس. هذا هو الفاينل لوك. يلا بينا نروح نسوي الزاوية اللي راح أصور بيها، إن شاء الله تطلع مثل ما أنا أريد، فيلا نضبط. طبعا انتوا تعرفون هاي الزاوية لأنه هالإضاءة مو غريبة عليكم، فاللي راح أسويه إذا تشوفون هذا الكرسي هيجي، هذا راح أقعد عليه وأصور ورايا كلها أبيض، وراح أخلي تليفوني اللي هو هذا نانا، وراح أجيب هاي 27 هيجي يبين يمكم، وأخليها هيجي
تمام. بس شنو راح اسوي؟ راح اطفي الضوء على مود يكون واضح اكثر. أعرف الإضاءة مو أحلى شي، بس باعوا الصور يا رب يبينكم، كلش حابتهم يعني. باعوا هاي ليش ما تبين، متت عليها، كلش حلوين. أول فكرة ما صارت اللي هي الرقم، ما أدري ليش ما صارت، راح أحاول مرة ثانية. بس بالنسبة للصور حبيت. المشكلة الموضوع شوي يحتاج لشغل، فهذا الشي يعني مش كنت حاسبة حسابه. راح أكمل، وأكيد الصور راح تشوفوها بالفيديو أو على الإنستغرام. وهمينه إذا أكو أي فيديو عجبني هيجي مقطع راح أنزله. وبس هذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. كان يحتاج مساعدة شخص ثاني، اي نعم، بس تقدرون تسووا وحدكم إذا عندكم هواية أشياء وتخططون إليه كلش زين. وبس.